ساعتين معايا انا شخصيا. مع جمال عبد الناصر؟ مع جمال عبد الناصر الزعيم. اتفضل يا فندم. بس خد موقف وحش يا سياده اللواء. انا بس هقول لك على واقعتين تسمعهم يا مجدي بسرعه. الواقعه الاولى، انا كنت ضابط مباحث مركز كوم حماده. وكان في محمود الجيار مدير مكتبه نازل الانتخابات في كوم حماده، ومعاه وزير البحث العلمي صلاح هدايه، وكانوا عاملين قايمه واحده. القايمه الواحده ديت محمود الجيار خانوا على مستوى كويس. القايمه ديت خانوا فيها محمود الجيار، فقامت معركه وضرب نار. المهم طردت الناس كلها بره اللجنه، ومشيت اللجنه والنظام كويس. لقيت بقى بتوع الشرطه العسكريه ومدير الامن ومفتشين الداخليه جايين يحققوا معايا انا. عشان انا بظبط اللجنه، وطردت واحد قال لي انا محمود الجيار. هو مش محمود الجيار، ده ابن اخوك تيمونا بيع. فانا سبت المقر، رحت لوجيه اباظه الله يرحمه. وجيه اباظه كلم شعراوي جمعه وزير الداخليه، شعراوي جمعه. رحت شعراوي جمعه بعتني بسياره من الرئاسه من باب لباب لباب في قصر القبه. لقيت نفسي قدام الزعيم جمال عبد الناصر. تمام. قلت له على اللي حصل. الراجل طلب محمود الجيار، قال له انت هنا مدير مكتبي في كوم حماده، انت مواطن عند هذا الضابط، الضابط ده بيمثلني. الله. وراح مزعق فيه وطرد، وهو مدير مكتبه. ومدير مكتبه للشؤون الداخليه، واداني نوط الواجب ويحفظ التحقيق ولا ينقل الاذن شخص مني. تمام. الواقعه الثانيه، كنت ضابط مباحث وانتدبت في مطار القاهره الدولي. احدى الدول العربيه مدرس فيها من مدرسين مصريين انضرب وراح وهو في النقطه بتاعه البلد دي. فمراته واولاده راحوا يسالوا، راح ماسكين حاجزينهم في اسم الشرطه ده او المخفر ده. وصل الكلام لعبد الناصر. فوجئنا في الساعه 9 في التلفزيون، كان ابيض واسود، على جميع مدرسي جمهوريه مصر العربيه التوجه الى مطارات جده والرياض والدمام، مغادره البلد، والطائرات المصريه في الطريق والحذر من التاخير. ملك هذه الدوله جه الساعه 12 ونص بطيارته، بس ايد جمال عبد الناصر.